السلام عليكم، أهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا، هنعمل مع بعض عيش التورتيلا بطريقة سهلة وبسيطة، هنستخدمه في سندوتشات للشاورما حلوة جدا. يلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة مع بعض. بس الأول اللي لسه ما اشتركش في قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للوصفة الحلوة دي. ويلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. عندنا اول حاجة المقادير بتاعتنا 3 كوبايات وربع من الدقيق المنخول، وكوباية من المية، ربع كوباية من الزيت، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر او معلقة يعني كبيرة من البيكنج باودر. دي المكونات بتاعتنا، المقادير بتاعتنا سهلة جدا. طريقة التحضير، اول حاجة بنحط الدقيق. بعد كده هننزل بقى عليهم بمعلقة صغيرة من الملح والمعلقة الكبيرة من البيكنج باودر، بنقلبهم كده مع بعض. بعد كده بننزل عليهم بربع كوباية الزيت، بنديلها كده تقليبة سريعة. وبعد كده بننزل عليهم بكوباية المية للعجن. بنبتدي بقى ان احنا نعجن فيهم كويس جدا. تكونت بقى معايا عجينة كده بالشكل ده. بلم العجينة وبسيبها بس 10 دقايق، ربع ساعة بس علشان ترتاح. بعد كده ببتدي ان انا اعملها كور علشان ابتدي ان انا افردها. بنعمل بقى مقاس الكور كده زي ما احنا عايزين، يعني على حسب المقاس اللي احنا محتاجينه يعني. بنشكل بقى الكمية كلها كده بالشكل ده. عجينة سهلة وسريعة وبسيطة. بنعمل بقى أحلى عيش ممكن نستخدمه في أي حشوة، يعني مش لازم خالص للشاورما. لا، ممكن عادي جدا نعمل بيه سندوتشات للولاد في المدرسة، هتبقى حلوة جدا. خلصنا كده الكمية كلها، كورناها كده بالشكل ده. بنبتدي ان احنا نغطيها وبنسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد كده ببتدي ان انا افرد كل كورة بقى لوحدها. بنبتدي ان احنا نفردها كده بالشكل ده. طبعا بنكون على حسب المقاس الحاجة اللي هنسوي فيها. بنبتدي ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا. انا فردتها المقاس ده كده بالشكل ده. كده بتكون جاهزة معايا. طبعا بكون مشغلة البوتاجاز. هنعملها على البوتاجاز، فبكون مشغلة البوتاجاز كويس جدا. واي حاجة بقى ما بتلزقش ببتدي ان انا احطها عليها، ولازم تكون سخنة، ما ينفعش ابدا تكون باردة، لازم تكون سخنة كويس جدا. بعد كده ببتدي انزل عليها بالعيش. وطبعا اخد بالي واتابع التسوية لانه مش بياخد وقت كتير خالص، يعني وانا واقفة كده ببتدي ان انا ادي لون، وبعد كده اقلب الناحية التانية ندي اللون اللي بعده. هنفرد كده كذا واحدة الاول مع بعض، بعد كده هنروح بقى نسوي العيش يعني بتاعنا على البوتاجاز. كده خلاص عملنا كمية حلوة. بعد كده بقى نبتدي ان احنا نسويها. شغلنا بقى البوتاجاز بتاعنا وسخنا الطاسة كويس جدا علشان ننزل عليها بالعيش. ما يلزقش، لازم تكون زي ما قلت لكم سخنة جدا.
بادّي لون كده من تحت، وبعد كده باقلب الناحية التانية، بادّي برضه لون بسيط. التسوية بتاعتها سهلة جدًا، مش بتاخد وقت كتير على البوتاجاز، يعني ممكن تفردي كمية وبعد كده تبتدي إن أنتِ تسوّي على طول ورا بعض كده وأنتِ واقفة، فمش هتاخدي وقت كتير خالص في عمايل العيش يعني، وهيطلع بقى عيش حلو جدًا، وكفاية كمان الريحة بتاعته بتكون بجد حلوة جدًا. كمان لمّا بنسيب العجينة ترتاح بعد كل فردة بتقِب كمان وإحنا شغالين بترتفع في التسوية، فبتبقى حلوة جدًا. فحاولي كل خطوة خلّي العجينة ترتاح، هتاخدي نتيجة أحلى بكتير. بُصّوا بقى العيش طالع بجد حلو جدًا. طري وريحته حلوة جدًا وما بياخدش وقت كتير خالص، وبقى عندنا عيش يعني لأي حشوة بقى مش لازم الشاورما بس، فبجد حلو جدًا، جربوه إن شاء الله هيعجبكم جدًا، مش هتبطلوا بجد تعملوها بعد كده. خلصنا بقى وسوينا الكمية بتاعتنا كلها طلع معانا بالشكل ده. ومن 3 كوبايات دقيق عملنا كمية عيش حلوة جدًا، هاعمل بيه بقى عيش الشاورما، تستخدميه في حشوات زي ما أنتِ عايزة، أنا هاستخدمه في الشاورما إن شاء الله هابقى أنزّل لكم الفيديو بعده على طول، بنكون كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يس استنوني إن شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وشكرًا ليكم، سلام عليكم.